لك يا عم تملى عني السيره يا عم طب الحاج. يا عم امال ايه في ايه يا عم؟ بديني حق الكنزه لو سمحت. ماشي اما بيع الطن هجيب لك ما ده اللي ما عندي. تخلينيش اطلع من شعوري بالله هو عليك. انت اديني حق الكنزه. هو انا حرامي يا حاج؟ لا مش حرام، طب بس انت راجل عليك حق الكنزايه ولا حرام ولا حاجه. اديني حق الكنزايه وخد اللي انت عايزه. طب ماشي برضك اوعى بس اوعى. لا مش هوعى يا ابو عمرو طب عشان ما تجريش بس. هاجر اروح فين؟ الاسلوب ده عارفين احنا. هاجر اروح فين يا حاج؟ ما انا واقف اهو. طب اديني حق الكنزايه يا خالد. ابقى لك. ما تخليش انا بكلمك بلساني دلوقتي، ما تخلينيش اتغير عليك. هتتغير ليه يا حاج؟ وانا جيت انا اذيتك في حاجه؟ اذيتني طبعا لما تاخد مالي ومال عيالي وكنزايه وتشربها وتبعرها وتعملها برجلك كده يقبل. هو انت بتحسدني على الكنزه اللي خدتها صلي على النبي على الصلاه انا والسلام. مش هقولها غير كلمه واحده. اديني حق الكنزايه مش هكررها تاني. ما معيش. هعمل لك ايه بقى؟ ما معاكش؟ لا ما معيش. هتسامحني قول لي اتكل على الله. ده المسامح ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لكن انا سامحك بتاعي. بس خلاص بس ايدك كده. هات حق الكنزايه. بقول لك اوعى كده طيب. هديك طيب. هديها لك. هطلع طيب. هطلعها لك. هطلعها لك. طلعها طيب. لما اكلمك من الصبح بقول لك هات حق الكنزايه مش عايز. انت مش كده طيب. حق الكنزايه. استنى بس هديها لك. هديك اما بيع الطن. ابيع الطن بس خلاص.